مرحبا بكم في قناتنا. اليوم سنأخذكم في رحلة عبر الزمن لنستكشف شخصية غامضة ومثيرة للجدل في التاريخ والأساطير، ذو القرنين. هذه الشخصية التي ذكرت في القرآن الكريم وتحمل العديد من الروايات والقصص تأخذنا في مغامرات لا تنسى، من بناء السدود إلى مواجهة يأجوج ومأجوج. أين يقع السد الذي بناه ذو القرنين؟ قال الله عز وجل في سورة الكهف في قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. كان ذو القرنين ملكا من ملوك الأرض وعبدا صالحا مسلما، طاف الأرض يدعو إلى الإسلام، فنشر الإسلام وقمع الكفر وأهله وأعان المظلوم وأقام العدل. ويرجحون أن يأجوج ومأجوج، وهما أمتان من بني آدم ومن نسل يافث بن نوح عليه السلام، محبوسون داخل سد ذي القرنين، ويحاولون يوميا الخروج من ذلك السد المنيع. وكانوا متوحشين واحترفوا الإغارة والسلب والنهب والقتل والظلم في قديم الزمان، وكانوا يقطنون الجزء الشمالي من قارة آسيا. وغالب كتب التاريخ أشارت إلى أنهم مغوليون تتريون. واستنادا إلى بعض الكتب التي تناولت خصيصا موقع سد ذي القرنين وشهادة العلماء والخبراء، فإن السد المنيع أو الردم كما يعرفه البعض يقع في أرض القوقاز بين سدين مائيين، وهما بحر الخزر أو قزوين حاليا والبحر الأسود، حيث توجد سلسلة جبلية كالجدار تفصل الشمال عن الجنوب. يقع بينها مضيق وحيد، وهو مضيق داريال المعروف الذي يحوي السد، الذي هو عبارة عن جدار حديدي أثري وموجود حتى الآن. ولهذه المرجحات يعتقد الكثير من العلماء أن سد ذو القرنين هو الجدار الحديدي الأثري الذي يقع في هذا المضيق، والذي يطلق عليه البعض اسم بوابات الإسكندر، والواقع بين أوسيتيا الجنوبية التابعة لجورجيا وأوسيتيا الشمالية التابعة لروسيا. ووفقا لما ذكر بالآيات القرآنية، فقد أحسن ذو القرنين بناء السد، حيث بناه بطريقة هندسية مميزة، فشيد كسد كبير يصعب تسلقه واختراقه، فأمر العمال ببناء السد من الحديد والنحاس المذاب لسد التجاويف التي تتخلل قطع الصلب، وبالتالي يصبح السد محكم الإغلاق وقويا وصلبا. أما القبائل التي استنجدت بذي القرنين لحمايتهم من يأجوج ومأجوج، فقد أشار القرآن الكريم إلى أنهم في جهة مشرق الشمس، وأنهم ضعفاء متأخرون في الحضارة، إذ لم يكن لهم من البنيان ما يسترهم من وهج الشمس، وأنهم لا يكادون يفقهون ما يقال لهم. ولكن الله هيأ لذي القرنين من الأسباب ما يجعلهم يفقهون عنه ويفقه عنهم. ويرى بعض المؤرخين أنهم كانوا يقطنون في شمال أذربيجان وجورجيا وأرمينيا. وذكر القرآن أن ذي القرنين أثناء طوافه بالأرض بلغ بين السدين، فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، فاشتكوا له من الضرر الذي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج، وطلبوا منه أن يقيم بينهما سدا يمنع عنهم فسادهم، فاستجاب لطلبهم، فمنع السد الذي أقامه ذو القرنين يأجوج ومأجوج من الخروج. وسيظل السد يمنعهم إلى آخر الزمان، عندما يأتي وعد الله ويأذن لهم بالخروج، وعند ذلك يدك السد ويخرجون على الناس أفواجا أفواجا كموج البحر، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وذلك قرب قيام القيامة والنفخ في الصور، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.